قالوا عنها المخدرات الحلال، وقالوا كمان ان هي هترجع لك الشغف. الاشواجندا، بس تعالوا نعرف ازاي، وازاي نوع كويس بيفرق جدا 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 في التأثير. اول حاجة، الاشواجندا من عيلة اسمها عيلة الادابتوجينز. يعني ببساطة كده هي بتدخل تعمل في الجسم حاجة كده زي ريستور فاكتوري سيتنج، اللي هي استعادة ضبط المصنع. يعني ببساطة كده تصحى الصبح يبقى عندك نشاط، وبالليل تعرف تنام كويس جدا 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 ونوم عميق. بتظبط جدا الهرمونز بتاعتك، فلو عندك هرمون زايد بتقوله لا ارجع تاني مكانك، ولو عندك هرمون قليل بتقوله لا صح كده معانا واطلع لفوق. بتقلل الاسترس جدا وبتهون عليك كده وبتطبطب، بتخليك مرتاح وهادي وبتاخد قراراتك بهدوء. بتزود نشاطك الصبح من غير ما تكون ستريس، وبالليل بتحسن جودة النوم. مفيدة جدا للرياضيين لان هي بتزود النشاط وفي نفس الوقت بتزود الكتلة العضلية. الناس اللي الكورتيزول بتاعها عالي وما بتخسش، الناس اللي عندها ارق بالليل وما بتعرفش تنام، الناس اللي بتاخد ادوية اكتئاب، الاشواجندا مفيدة ليك. تأثيرها تراكمي، يعني علشان تلاحظ نتيجة كويسة مش قبل 3 أو 4 أسابيع علشان تلاقي النتيجة الواو. هتحس كده ان حياتك اتغيرت بعد الاشواجندا. بتتاخد ازاي بقى؟ نص معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية الصبح، مش لازم على ريق خالص، ولكن في الفترة بتاعة الصباح علشان تستفيد بكل المميزات بتاعتها. اكتبولي في الكومنتس تجربتكم مع الاشواجندا.